السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حمتم مساء جميعا داخل وخارج الوطن، كل متابعين الصفحة. طبعا كلنا قلوبنا، دعائنا، عيوننا متوجهة نحو أهلنا في ميلا. إن شاء الله الأحداث تذهب إلى ما نريده جميعا، أن أصحاب الحق يأخذوا حقهم، وأن الأمن والأمان يعود إلى المدينة. قبل ما نبدأ الفيديو، أولا تضامن التام مع أهلنا في ميلا، لأن الصفحة كنا تابعنا المأساة منذ الزلزال إلى حد الآن، والناس شحال عانات، والناس شحال وهي صابرة من أجل أنه يكون كاين حل حقيقي للمشكلة نتاعها. ثانيا أدعو بالشفاء إن شاء الله لكل المصابين جراء الأحداث، سواء المواطنين أو الناس عناصر الشرطة. نتمنى إن شاء الله أنه شفاء للجميع، ونتمنى أن الأمور تذهب إلى التهدئة وليس إلى التصادم ما بين الشعب والقوات اللي هي المفروض قوات حفظ الأمن والأمان، وليست قوات لقمع المواطنين. طبعا كلكم على بالكم باللي أنا المفروض أني ما نطلع في لايف، ما نهدر، ما ننتقد، ما والو. ولكن كي نشوف أحداث كما هذه تصرى، وكي نشوف القمع اللي صرا، وكي نشوف أنه دائما الخيار يكون ما يهدد الوطن مستقبلا، فمن واجبي أني نهضر كمواطنة جزائرية، ومن حقي كذلك أني نهضر كمواطنة جزائرية. وأنا راني باغي نوجه رسالة إلى أصحاب القرار. لماذا دائما يكون الحل الأول والخيار الأول في الرد على أي مواطن لو كان يطالب بأقل من حقه هو القمع؟ لماذا نذهب دائما إلى صنع الصدام ما بين مؤسسات الدولة اللي هي مؤسسات حفظ الأمن، أمن المواطن وأمن الوطن، وبين المواطن اللي هو المفروض أنتم بالدولة بالمؤسسات هدفكم أو وظيفتكم هي الحفاظ على أمن وأمانه والسهر على خدمته؟ لماذا دائما الذهاب إلى الخيار القمعي بدل الاستماع إلى المواطن، بدل يعني مثلا نجربوا ان احنا نسمعوا هذا المواطن، نجربوا ان احنا تكون كاينه حلول اخرى. عامه الاحتجاجات الفئويه عندها زوج حوايج في تاريخها في العالم كاع، يا اما تذهب الى تصعيد كبير وتنتقل العدوى الى كل المدن، يا اما، وهذا الغالب مع الانظمه التي تمرست في التعامل مع الاحتجاجات الفئويه، وهذا اللي يصير عندنا في الجزائر، انه يتم احتوائها بالقمع. هذا الغالب، يتم احتواء الاحتجاجات بالقمع، أو بعد القمع يسرى أنهم يشريوا شوية على الناس باش يسكتوا بقية الناس، وهكذا. الخطة الأمنية القمعية في التعامل مع الاحتجاجات الفئوية احنا كامل نعرفوها. أنا مش هذا اللي راه يهمني الآن، وإنما اللي راه يهمني أنه صح أنت ممكن تقمع الاحتجاجات وتنهيها، ولكن ما تصنعه في جسد وذاكرة الوطن والشعب شيء كبير وخطير. كاين صورة ممكن كاع شفتوها، هي تاع طفل واقف وسط أحداث اللي تصرا ويتفرج. الآن أنا كمواطنة كغيورة على بلادي نسأل نفسي، هذاك الطفل ماذا صنعنا في ذاكرته؟ بأي ألوان رسمنا الوطن والوطنية؟ بأي ألوان وبأي كلمات وبأي مفاهيم رسمنا نظرته لمؤسسات الدولة؟ ذاكرتنا احنا الجيل تاعي رسمت بفرشاة وألوان الإرهاب، اللي بعدنا رسمت بألوان وفرشاة الفساد، وهذا الجيل الآن نرسم له ذاكرته بفرشاة القمع أو بسيف وصوت القمع. صحيح أنك ممكن كما قلت تحتوي الاحتجاجات الفئوية وتنهيها والأمن يستتب وتدير لنفسك الاستقرار اللحظي والآني، ولكن الندبات التي تترك في ذاكرة جيل بأكمله راح تكون خطيرة على مستقبل الوطن. هذاك الطفل بالنسبة له من الآن فصاعدا الشرطي يمثل آلة القمع، الدولة تمثل السلطة المهيمنة التي لا تعطيك حقك، وإذا طالبت بحقك غادي تاكل العصا. في ذاكرة هذاك الطفل غادي يحس باللي أنه هو في وطنه إذا طالب بحقه راح ينضرب، لأنه يكون شاف باباه، خوه، خاله، عمه تعرض للضرب والقمع. في ذاكرة هذاك الطفل راح يتفكر أنه إذا صارت له أزمة أول حد راح يوقف في وجهه ماشي معه هو الدولة. هل هذه هي العلاقة التي نريدها ما بين مؤسسة الدولة وما بين جيل كامل رحنا نربيوه؟ كنت قلت في منشور
أن تراكمات القمع والإقصاء والتهميش تسلخ المواطن من الانتماء، والانتماء يهدم فيه حب بناء الوطن، فأول حاجة يفكر فيها أنه يغادر الوطن، وهذا خطير. أنا أتحدث بقلب جزائري يتغار على هذا الوطن. على ما نجربوش نروحوا إلى حلول أخرى؟ ممكن الأزمات تكون فرصة لبناء الثقة اللي تهدمت ما بين المواطن والدولة. على ما نحوسوش ولو لمرة أن احنا نلقاو حلول بديلة على حل أن نحط الشرطي في مواجهة المواطن. احنا هنا ما احناش نهضروا على ناس خرجوا يخربوا ويضربوا وكذا. دائما تخرج احتجاجات للمطالبة بالحقوق، من بعد يتم قمعها. القمع يؤدي إلى رد فعل كذلك عنيف، وهكذا، ويذهب التصعيد إلى اللي رحنا نشوفه في هذاك المشهد نتاع ميلا، وشفناه في عدة ولايات وعدة احتجاجات فئوية تم احتوائها صحيح وانتهت. بالصح هذيك الشعلة وهذاك الغضب لم ينتهي، وإنما ما زال مكبوت. الجزائر تحولت إلى قنابل مكبوتة من الغضب هنا وهناك، بسبب البطالة، بسبب السكن، بسبب الحقرة، بسبب. علاش ما نحوسوش نحلوا الأزمات وحدة وحدة؟ علاه غير نغطيوها؟ أنا أتحدث لأني أريد الحلول، مانيش نتحدث من أجل صناعة أزمات، ولا أنا أستثمر في هذا الغضب باش نمشيو إلى ثورة غاضبة. لا أبدا، ليس هذا ما أريده، ولا هذا ما يريده أي غيور على وطنه. ما نريده فعلا هو أنه يكون كاين بحث عن الحلول. كل ما تصرى مشكلة نحطوا الشرطي أو الدركي أو كذا في مواجهة المواطن، بينما هناك علاش ما كاينش هيئات منتخبة، ما كاين مجالس منتخبة، كاين مجالس معينة، كاين عدة طرق من أجل إيجاد حلول بدل الذهاب إلى حل قمعي يهدم الجبهة الداخلية. الخطر اللي راه فيه الجزائر الآن خطر كبير للأجيال القادمة. صح ممكن النظام الآن الحالي يعيش بسلام ويروح هو ويجي بعبده، ولكن الندبات كما قلت، وراني نركز بزاف على كلمة ندبات، لأنه مثلا العشرية انتهت، العشرية صح، وتغطت الجرائم اللي اندارت في العشرية من كل الجهات، وانتهت العشرية وذهبت لحالها، وانتهت قبلها أكتوبر، وانتهت الربيع الأمازيغي، وانتهى الندبات التي وأزمة غرداية وكل احتجاج فئوي. الندبات اللي خلفتها كل أزمة في جسد الأمة الجزائرية خطيرة جدا 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 جدا. القبيلي ولا يحس روحه بأنه محقور لا ينتمي للوطن. الصحراوي أو الناس عفوا نتاع الصحراء نتاعنا خاوتنا ولو يحسوا روحهم بلي هم مهمشين، ما هم جزائريين. اللحمة الوطنية اللي كانت قبل كل حدث راها تزيد تنقص. لماذا؟ أنا ماذا بيا كل مواطن يحس بالانتماء للوطن؟ ماذا بيا أن نوليو نشوفوا شرطين يحسوا بالأمن والأمان، نشوفوا دراكين يحسوا بأنه هذا حافظ الوطن، العسكري نفس الشيء. خلق هذه الأحقاد وزرع هذه الندبات في جسد الوطن أو الأمة الجزائرية خطير يا عباد ربي، خطير. وش فيها كنت تكون كاينة في كل بلدية مجالس مكلفة باحتواء هذه الأزمات بشكل آخر غير الحل القمعي. نعم دوك تحتويها ممكن كما احتويتوا اللي قبلها بزاف، ولكن صدقوني المشاهد اللي شاهدوها الناس وبالأخص الأطفال وبالأخص الجيل اللي راه يطلع راه خطر على الجزائر، لأن راح تقعد في ذاكرتهم أنه الوطن اللي راهم فيه ما يملكوش فيه حق، ما عندهمش فيه كرامة، ما عندهمش فيه حق المطالبة بأي شيء مشروع. هذا ما نريده للوطن؟ لا. هل كلامي هذا فيه التخريب والتحريض والإرهاب اللي راكم تتهموني به وتتهموا عدة نشطاء؟ لا. هل احنا رحنا نستثمروا في أزمة أو استثمرنا من قبل في أي أزمة داخل الجزائر من أجل إشعال نار الفتنة؟ لا. هل احنا رحنا نهضروا باش نهضروا؟ لا. هل احنا رحنا خونة نتعامل مع جهات أجنبية تعطينا الدراهم؟ لا، وعلى بالكم باللي لا.
هل احنا نريد أن تصل الجزائر إلى سوريا وإلى اليمن ولا إلى ليبيا ولا إلى أي كارثة ولا إلى ما كنا عليه نحن في العشرية؟ لا، نريد فقط أن هذا الوطن ينصلح حاله، وما تقولوش بلي رحنا بخير، باسكو كون رحنا بخير ما تخرجش هذه الاحتجاجات وما تخرج احتجاجات أخرى وما تخرج احتجاجات أخرى. هل ما كاينش احتجاجات عبر العالم؟ كاين، في الدول المتقدمة كاين، في الدول الديمقراطية كاين، نعم. في كل، هل الأمن يتدخل؟ نعم، لكن ماشي بهذه الطريقة التي تمت، ماشي بهذه الطريقة، وماشي مع كل فئة، وماشي مع كل احتجاج، وماشي. القمع أو الظلم مؤذن بخراب العمران. التاريخ لا يكذب، التاريخ لا يكذب، لأنه هو عبارة عن عصارة التجربة الإنسانية. ناخذ التاريخ ونشوف التجربة الإنسانية بكل أوجهها وألوانها، ونشوف أين أوصل القمع. ممكن يصنع الأمن والأمان لحاكم واحد، ولكن في هذيك الدولة راه يصنع غضب بيجي وقت وينفجر، وإحنا ما باغين الوضع أنه يذهب لانفجار لا تحمد عقباه. على إحنا كجزائريين ما نقدروش نوصلوا إلى حل. أنا ما على باليش بلي يقول شياتة ولا عبلة ولا اللي يقول، باسكو النظام يتهمنا بالإرهاب وبالعمالة وبالخونة وبكذا، واللي محسوبين على الحراك وليسوا من الحراك في شيء ولا من الثورة في شيء ولا من النضال في شيء، يقولوا بلي إحنا عبلة وبلي إحنا خونة وبلي. لماذا؟ لأن إحنا لا نستثمر لا في أزمة ولا نرتزق لا من قضية، وإنما نريد حلول حقيقية للجزائر. هذا فيما يخص أحداث ميلا. الآن أتحدث عن اللي راه صار بالنسبة للحراك. بالنسبة للحراك اللي هو كان مرحلة من مراحل نضال الشعب الجزائري، حابة أن نوضح واحدة النقطة فقط، أن الحراك ليس النضال، أن الحراك ليس المقاومة فقط، أن الناس قاومت ونضلت قبل الحراك بسنوات، والناس ستواصل النضال من أجل الحقوق والحريات، سواء كمل الحراك ورجع ولا ما كملش. إذا ماهوش وثن باش حنا نقدسوا لهذه الدرجة، والنضال ماهوش الحراك، ما بداش كي بدا الحراك، باسكو كاين بزاف ناس مسحوا نضال الناس، واللي دخلوا للسجون واللي عاناوا واللي سنين، وبداو النضال بالنسبة لهم هو الحراك فقط. لا، الشعب الجزائري لم يتوقف عن النضال أبدا أبدا. فالحراك هو مرحلة وليس هو النضال. فهموا بس باش نفهموا برك، يعني أنه إذا الحراك انتهى وانتهت المسيرات وتعلق، أو لقينا أنه هذا الحراك بمكوناته الحالية لا يصلح لأنه يرجع للشارع، فتأكدوا بأن نضال الشعب الجزائري مستمر ومقاومته مستمرة. وأنا أقولها الآن ومسؤولة، واللي عجبوا عجبوا، لي ما عجبوش ما عجبوش، باسكو تعلمت من اللي فات، لأنه سكتنا على عدة أمور بأن احنا نقولوا رأي الجماعة ونقولوا أنه معليش نمشيوا مع السائد. لا، أنا آسفة منه، وهكا ما أراه وما أفكر فيه سأقوله. إن أخطأت أتحمل المسؤولية، بعد على الأقل نقول رأي، وإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى. أنا ما أرى أن الحراك بمكوناته اللي راها موجودة وكانت موجودة لم يكن يستطيع أن يحقق ويصل إلى مرمى الهدف. والآن إذا كان إحنا رحنا فعلا نريد التغيير والإصلاح، فلازم ندير وقفة ونفكروا في الأخطاء اللي صارت، اللي الناس راها ما تحبش تستعرف بها لحد الآن، ويقول لك لا ومنا وغير القمع وكذا. لا ماشي غير القمع، عمر، أبدا أبدا أبدا. ولا القمع قدر أنه يقضي على شعلة المقاومة نهائيا، وإنما هي أخطاء الصف. لما يكون الصف ماشي صليد، لما تبث سم، تزرع سم الفرقة ما بين الصف باسم التخوين والهدرة تاع المجالس اللي أصبحت تستبيح ذمم الناس وشرفها وكذا، فأنت تهدم هذا الحراك. النضال أخلاق، النضال أخلاق، واللي كان صار عبارة عن مهازل أخلاقية لا تمت للنضال بشيء.
احنا رحنا نناضلوا من أجل الحق، ونزيد نكررها كما كررها من نهار اللي بدا الباطل يتخلل هذا الحراك. وأنا أكرر في هذه الكلمة أن الحق لا ينتصر بالباطل، والناس اللي سكتت على الباطل بدعوى نصرة الحق والحفاظ على الحراك رحنا شفنا وين وصلنا. فأرجو منا وهك أن احنا نكونوا صرحاء مع أنفسنا، وأن احنا نشوفوا أين الأخطاء والكوارث اللي صارت، سواء بيناتنا، في صفنا، في فكرنا، في طريقة تعاملنا وتعاطينا مع الأحداث، في لغتنا وخطابنا، في طريقة تعاملنا مع الطرف الآخر اللي هو السلطة اللي احنا المفروض معارضين لها، في طريقة تعاملنا مع كل تفصيلة سواء إيديولوجية أو فكرية أو أيا كانت. كل هذه بحاجة إلى مراجعة، والمراجعات التصحيحية دائما ما كانت تساهم في نجاح الثورات وفي نجاح النهضات وفي نجاح الحركات الإصلاحية. احنا محتاجين ونؤمن فعلا بأن احنا نريد تحقيق تغيير سلمي في الجزائر حقيقي يرفع الجزائر إلى المكانة التي تستحقها. فإننا لازم نوقف مع نفسنا ونرجع مليح وين كنا واش كنا ومتطلبات المرحلة الآن، لأن كل مرحلة عندها متطلبات، ولكل مقام مقال، ولكل أوان أذان. فترة لازم الإنسان يكون في خطابه حاد، وفي فترة لازم احنا عندنا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تعامل، ما درست، لأن الأنبياء والرسل هي عبارة عن حركات مقاومة، طبعا هي بوحي رباني فأعظم من مقاومتنا احنا البشرية، ولكن هي المدرسة التي ترينا كيف يقاوم الحق الباطل. فالحق اللي كان مؤيد بوحي من الله سبحانه وتعالى مرة بالتمحيص، ومرة بالاختبار، ومرة بالفتن، ومرة بالهزائم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تعرض له في مكة، والسرية التي مر بها، وكيف طرد إلى شعاب مكة، وما عاناه في الطائف، ومتى وصل إلى بناء دولة، وكيف بنى دولته، وكيف وصل إلى أنه يحارب، ومتى ذهب إلى المهادنة. كل هذه مدرسة. لكن احنا نمشي فقط إلى لغة وخطاب واحد في كل المراحل، فهذا غباء. لأن المبادئ لا تتغير، القناعات لا تتغير، لكن الذي يتغير هو طريقة تعاملك وتعاطيك مع الأحداث حسب المعطيات الموجودة معك. وهذا هو الذكاء السياسي اللي رحنا محتاجينه، اللي تعامل به سيد الخلق والبشرية الرسول عليه الصلاة والسلام. وربي سبحانه وتعالى عز وجل كان يعطينا درس أو دروس في النضال وفي كيفية مقاومة الباطل عن طريق سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أن احنا نوصل اللي وصلنا له هذا مستحيل أن ننتصر باستباحة الأعراض، باستباحة الدمم، بالباطل، بالتجارة بالحق، بالدنانير والدراهم اللي تجي منا ومنا. الحق ينتصر بالحق. ونقطة إلى السطر. أما ما يحدث من مهازل الآن، أنا أدعو كل الحركين أنهم يبعدوا على هذه المهازل الأخلاقية، لأن لا علاقة لها بالنضال، ولم تكن والتلاسن والتراشق وما على باليش واش. هذه لا نضال، ولا عمرها كانت نضال، ولا عمرها تكون نضال، ولا عمرها تجيب نصر، ولا عمرها تحقق أي شيء سوى مزيد من التدهور الأخلاقي اللي احنا أصلا يعني من بين أسبابنا اللي خلتنا نضلوا أن احنا نريد أن نرتقي بهذا الشعب. كنا نرتقي كشعب. أما ما يحدث الآن فلا علاقة له بالنضال نهائيا. وهذا الفراغ اللي راه موجود بسبب غياب التنسيق، بسبب غياب المبادرة الحقيقية. احنا هذيك تاع اتركها هي مأمورة، لا، اسمحوا لي في مرحلة من المراحل لابد أنه يكون كاين تنسيق، لابد أنه من لديهم وعي أنهم ينسقوا مع بعضهم. وأتمنى الإخوة راهم يخدموا على ميثاق أخلاقي للحركة، إن شاء الله أتمنى لهم التوفيق أنهم يديروه. وأتمنى أن الإخوة في الداخل أنه يركزوا على تنسيق ما بيناتهم، لأنه هذه القطيعة
بدات تصرى قطيعه ما بين المناضلين تاع القبائل تقوقعوا، المناضلين تاع العاصمه تقوقعوا، المناضلين كل الاسلاميين بداو يتقوقعوا، العلمانيين بداو على باليش يتقوقعوا، وهذا يقول لك خطينا من هذوك. لا، هذه القطيعه هي التي ستهزم اي اراده للتغيير. خليكم متواصلين مع بعضكم، لان انتم روح اي تغيير. اذا كان كاين مكسب من الحراك لحد الان، اسمحوا لي، اذا كان كاين مكسب من الحراك لحد الان، فهو هذه اللحمه اللي صارت، وهذا هذه الاخوه اللي صارت، اللي الان راه مقص التخوين والفتن يحاول يقص ما تبقى منها. حافظوا على اللحمه تاعكم، مزيد من اللقاءات، مزيد من التنسيق. ماشي لازم مسيرات على بالي الوضع كيفاش راه داير امنيا، وانما لقاءات كما اللي صرا في زياره نشطاء، في مسانده نشطاء. لابد ان يكون الاسره الحركيه على تواصل دائم، لان القطيعه هذه ستستغل اسوا استغلال، وراح تزيد الفجوات. ورجاء، اللي تلقاوه دخل في القيل والقال سكتوه يا جماعه، ماشي تزيدوا معاه. ماشي كل ما واحد نلقاوه صاحب فتنه ويقعد في مجلس نروحوا معاه، راه يهضر على فلانه ايا راه نروحوا معاه، راه يهضر على فلان ايا نروحوا معاه. المجالس هذه المفروض تكون من اجل البحث عن حلول، عن افكار، عن بدائل. النضال ماهوش غير مسيرات، النضال ماهوش غير انه الخروج في الشارع الاستعراضي، لا، النضال له عده اليات وعده وسائل وعده طرق. ما نتوقفوش عند مرحله. اين الافكار والمبادره؟ ما كانش. واش تصير في الفيسبوك؟ تدخل تلقى فلان هضر على فلانه وخونها، فلان هضرت على فلان وخوناته، فلان من خارج ما عمره ولا ناضل ولا رفد علام في البلاد، راه يخون في كامل عباد ربي ويدير التيكي، وهو ياخذ الدراهم من عند شويه من المخزن، شويه من فلان، شويه من فلان. اهل الداخل، انا اختكم، وانا مناضله، كنت اناضل داخل الوطن، وأعلم خطورة النضال داخل الوطن، وأعلم الضغوط التي يعانيها المناضل داخل الوطن. اللحمة واللي تلقاوه يجبدكم ويجركم إلى فتن القيل والقال، فابتعدوا عنه، فابتعدوا عنه وأسكتوه. اجعلوا مجالسكم من أجل البناء، صفحاتكم وحساباتكم من أجل تقديم الأفكار والمبادرات. نحن بحاجة إلى تصحيح نضالي، إلى مراجعة حقيقية، مراجعة ما نديرهاش أنا ولا يديرها فلان ولا يديرها علان، عذرا يديروها كل الحركيين مع بعضهم. أنا نراجع روحي، أنت راجع روحك، هو يراجع روحه، وكلنا نراجعوا مع بعضنا ما حدث. لكن هذا التلاسم، هذا التراشق، وهذا لي كلون اللي راهم يتشكلوا، هذا الاستقطاء، ويا ريت استقطاء من أجل مبادرات جادة أو مبادرات سياسية أو مبادرات ما على باليش حتى خيرية، لا، استقطاب يحدث من أجل الانتصار للذات، استقطاب يحدث من أجل تصفية الحسابات الشخصية، استقطاب يحدث من أجل أن الانتقام. أنا فلان دار لي لازم أنا نلم شوية جماعة، هو لم عنده جماعته وأنا نلم جماعتي. يا جماعة ربي يهدينا يا جماعة، ما يحدث ليس يعني والله تعبنا. أنا أتحدث على كثير من المناضلين الحقيقيين اللي ناضلت معهم لسنين، اللي بالكتهم ما تعرفوهمش لأنهم ما همش تاع استعراض وانتع البوز وقدموا ما لم يقدمه أحد. لأنه النضال الحقيقي هو الذي يبني، والذي يصنع الأجيال، هو الذي يستثمر في الأفراد. هاد الناس كي نحكي معاهم يقول لك والله حل، ولا اللي معانا في الصف عارفين بنيوا معاهم حل، ولا مع السلطة راه فاتحة أبواب لحل، وإنما هادو يتبناو الحل القمعي، والتانيين يتبناو الحل القطعي اللي هو لا أريكم إلا ما أرى. هاد التغنانت اللي راه سائد سواء في السلطة ولا بيناتنا لا يبني وطن، لا يبني وطن. أنا أتحدث ماشي باش أتحدث ولا باش نطلع نبين بلي أنا راني فاهمة، راني كي نهضر راني نريسكي بمعنى أني المفروض عندي مذكرات، والمفروض أن تطلب مني أني نسكت، ولكن لا أستطيع، لأنه كي نشوف الأوضاع فين راها رايحة. يا جماعة ربي يهدينا ويهديكم، سواء اللي في السلطة ولا اللي في ما كاش كاع اللي يقول هنا ولا هنا
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. ما كاش قاع اللي يقول أنه هناك مليون طريقة من أجل الحل، ماشي طريقة واحدة. على كل واحد يشوف طريقة واحدة، وش هي الطريقة؟ هي طريقته فقط. أما بقية الطرق وبقية الوسائل فطبعا غلط. معزة ولو طارت. ربي يهدينا ويهديكم. إن شاء الله أتمنى أن الأمور في ميلة تذهب إلى إعطاء أصحاب الحقوق حقهم، وإلى تهدئة حقيقية، ماشي بريكولاج. وأنه هذاك الطفل اللي شتاه يشوف بنظرة فارغة تشبه النظرة اللي احنا كنا نشوفها في عيوننا ولا في عيون الأطفال الآخرين من المجازر اللي كتصرى في العشرية، ولا النظرة اللي كانت في وقت البيروقراطية والفساد. هذيك النظرة الفارغة الباحثة عن أجوبة كثيرة ما نحبش نشوفها في عيون الطفل الجزائري. ما نحبش نشوف نظرة الحرمان والانكسار في عيون أي جزائري. احنا شعب عانى قرن و30 سنة من الاستعمار. الجزائريين لحد الآن ما يبغوش يمسحوا الصبابط في الشوارع، وما عندناش اللي يرفدوا الحمالين إلا قلة قليلة. علاه؟ باسكو كان المستعمر يتعامل مع أن هذه مهن شريفة، كل المهن شريفة، بصح من كثر ما المستعمر خلاها مهن للجزائريين لاحتقارهم في وطنهم وسلبهم حقوقهم، ما ولاوش الجزائريين يخدموها. الجزائري كي كان يطالب بحقه كان ينضرب ويقمع ويسجن ويقتل. الجزائري الآن في أرضه كذلك يقمع ويضرب. مدون على الفيسبوك يصور يسجن. لماذا؟ رحنا في عصر آخر، رحنا في عصر المعلومة السريعة. هذا الكبت اللي راكم تصنعوه وسط ناس عايشين في عصر المعلومة السريعة خطر كبير على الجزائر. هذاك الشاب نقل حدث موجود في الشارع، حق إنساني، التدوين معتبر ومصنف كحق من حقوق التعبير. علاه يسجن؟ هل أجج الفتنة؟ هل هو صنع الأزمة؟ لا، هو فقط نقل حاجة موجودة في الشارع عبر صفحة. كنا نروج للأكاذيب نقول إيه صح، ترويج للأكاذيب ممكن في فتنة كما هذه صح، يصنع يؤجج النيران يصنع فتنة، لكن نقول حاجة موجودة في الشارع وليس هو من صنع الأزمة ولا حرض على صناعة هذه الأزمة. احنا ما احناش ضد حفظ الأمن والأمان في الجزائر، بالعكس احنا ماذا بينا عصابات الشوارع ما توليش كاينة، ما يوليش المواطن يخونوا له موبايله، ولا مرة ما تقدرش تلبس خاتم باسكو ممكن يجريسيوها. ماذا بينا لي زاغريسيون كاع في الجزائر ينتهيو. ماذا بينا انه تكون كاينه تسهيلات اكبر للشرطه في حفظ الامان من عصابات الشوارع ولي زاغريسيون تجار المخدرات و لكن انه يقمع المواطن لمجرد مطالبته بحقه، فهذا خطر على الوطن للمره المليون. كم من حل يوجد وكم من ازمه كانت سببا لو كاين حكمه في السلطه في بناء الثقه. يعني نركز على أمور واذكروها بعد سنين. كما كنت ترجعوا للأرشيف راح تلقاوني قلت أمور أنا وغيري من الناس اللي عندهم فعلا حب لهذا الوطن، اللي نضلوا فعلا حبا في هذا الوطن وبحثا عن خير هذا الوطن، أنه هذا الذي يحدث كبت. كنا نقولها لكم من قبل وصرات، ومش في كل مرة تسلم الجر. إذا كان مرة قدرتوا تحتويه غضب بالقمع، فيوم من الأيام غادي يجي غضب ما يحتويه لا قمع ولا سجن ولا أحكام قضائية جائرة ولا تشويه ولا اتهام بالإرهاب ولا مذكرات داخلية ولا دولية. وهذا لا نريده نحن. نريد الوصول إلى حل وطني حقيقي، نريد بناء الثقة ما بين مؤسسات الدولة وما بين المواطن، نريد إصلاح الجبهة الوطنية الداخلية، لأنه المعطيات الدولية راها في تحرك وفي تغير، الله أعلم غدوة واش كاين. الوطن اللي عنده جبهة داخلية قوية
وأنه نظام حقيقة يحافظ على مصلحة المواطن ومصلحة الوطن هو الذي سيصمد. أما البلدان المبنية على القمع فمستقبلا لن تستطيع الصمود أمام المتغيرات. نقطة، إلى السطر. وأتمنى، شوفوا هذه أتمنى، تعرفوا شحال قلتها؟ ذاك النهار كنت ندور في الأرشيف على واحد الفيديو، ولقيت روحي في كل الفيديوهات ولا كذا نقول أتمنى وأخاطب الرجال لو هناك عقلاء. هذه 10 سنين وأنا نقولها، بصح ما عليش نزيد نقولها. لو كاين ناس للمرة المليون عندهم إخلاص لهذا الوطن، هناك مليون طريقة من أجل إيجاد الحلول، لكن لمن يريد فعلا حلول من أجل الجزائر، من يريد فعلا حلول لبناء مستقبل الجزائر. أما الحل الآني واللحظي مبروك عليكم، راكم درتوه بالقمع. احنا في الخارج برافو عليكم، في الخارج وسكتونا، برافو عليكم، بصح ستحاسبون أمام الله وأمام التاريخ على ما تفعلونه في لا وعي الشعب الجزائري في جسد الأمة الجزائرية. حيا الله كل مخلص يريد الخير لهذا الوطن، وربي إن شاء الله يجعل بلادنا زاهرة بتسخير رجال مخلصين صادقين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.